مش مشكله رمضان خد نقطه في انت هناك. ايه؟ خد بكر نقطه في انت هناك. في ناس اللي هم في النص دول كده مش معورين. طب بس انا مش عايز الجيش يقف قدامي. ما انا باشا العساكر من هنا بعد الزوق عشان ما يقولناش. باشا بعد اذنك بعد اذنك. العيال كلها مسجله اه سريع. كذا حاجه 16 سنه بقى باين. جيت بدات تحرير جيت من بدايه تحرير عادي بسبب الفيديوهات اللي احنا بنشوفها على النت وكده. انا اول مشاركه ليا كانت يوم من 15 او 20 يوم اللي استقبلني حركه 6 ابريل. انا فكري مثلا معالي بيهم بنسبه 60%، هم خلوا لي فكري 80% معاهم. فكتمويل هم بيتمولوا وانا مش عارف يتمولوا منين، بس يعني في اللي هو الموثق العام بتاعهم ده كل شويه بيقول انا اتخطفت، طب انا حصل لي كذا، وبيجيب وجبات 3 وجبات في اليوم بيديها للناس كلها فور فري عشان يقرب الناس منه ويخلي الناس حواليه يعمل لي شعبيه. كان في واحد اسمه محمود المصري او محمود دودار، الناس بتقول عليه برضه المهندس مازن. ده كان بيجي معاه واحد تاني اسمه اسامه في الصينيه في ميدان التحرير. كانوا بيجيبوا لنا مخدرات وكده عشان على اساس ان احنا نقدر نقف بس على البوابات، ولو في اي هجوم من الامن المركزي او البلطجيه نقدر نستحمل. وكنت المفروض بعد ما نمشي المخدرات دي كنت بلاقي معايا فلوس يعني زي 200 جنيه وكده. كريم عبد الحكيم عبد الحميد. عندك كام سنه؟ 19 سنه. خريج ايه؟ ابتدائي يا باشا، طلعت من ثالثه اعدادي. طلعت من ثالثه اعدادي. انت منين؟ من الشرقيه. ايه اللي جابك القاهره؟ حضرتك شغال هنا في حلوان في شقه تعبان في مصنع الرخام. وايه اللي جابك ميدان التحرير؟ حضرتك انا كنت في الاساس نازل ان انا ادور على اخويا قابلني بتاع شريف الروبي بتاع 6 ابريل عشان قال لي هتقف معانا امن وكده، وفي الخيمه بتاعته مكتوب هنا يركض شريف الروبي، وقال هديكم 100 جنيه حضرتك كل واحد وتعرسوا الادويه وكل حاجه. نقول له ماشي، وكان بيجيب لنا اكل وشرب. طب وانت اتمسكت ازاي؟ اتمسكت ازاي هنا؟ وانا حضرتك وانا بجري انت بتجري وتجيب حد في طوب ولا من طوب؟ كنت حضرتك بحدف طوب وماسك عصايه وفيها ولعه. كنت ماسك عصايه فيها بطانيه فيها ولعه. كام في اليوم؟ 100. طب وماسك بتحدف طوب ليه وماسك عصايه وفيها نار ليه؟ حضرتك شريف الروبي هو اللي قال لي. انت بتصور في الجرايد. انا عارف يا باشا. طب شاركت في احداث محمد محمود؟ لا حضرتك. كنت بتصور قبل كده في ايه؟ انا لسه اول اسبوع يا باشا حضرتك في التحرير. كنت متصور امبارح. طب ما سالتش نفسك هو شريف الروبي بيديني فلوس ليه؟ مش عارف حضرتك بصراحه. اللي انت كنت شايف اللي انت بتعمله ده شايف ان هو صح؟ لا حضرتك غلط. مصطفى ابراهيم محمد السيد، 16 سنة. منين يا مصطفى؟ من امبابة. ايه اللي جابك هنا؟ جيت انا وواحد صاحبي وتعرفنا على واحد اسمه سيد. سيد ده يعني اتكلم معايا وبتاع واتفق معايا على الحكومة، وانا كنتش في نيتي كده بس غصب عني عامل ايه. راح خسر مخي بكلام انا مش عارفه، ما فهموش في السياسة. رحت عملت لهم مولوتوف ودخلت الخيمة بتاعت الأنترس، لقيت شماريخ وأزاز بلوتوف. انت دلوقتي عملت المولوتوف ده يا مصطفى كنت بتجيبه منين؟ كنت بجيبه من البنزينة. بتجيب البنزين ده بيدفعوا لك كام عشان تجيبه؟ مين اللي بيدفع لك الفلوس دي؟ الأستاذ مازن. استاذ مازن كان بيدفع لك فلوس؟ عشان تجيب بنزين؟ بيديك انت ليك انت فلوس؟ ده بيديني يا باشا. ده بيديني 50 للبنزين وأنا 100. وبعدين بتعمله ازاي؟ وصف لي كده بتعمل المولوتوف ده ازاي؟ من تحت بملى الإزازة ربعها، وربع الإزازة دي بغطيها بقى بقماشة عشان ايدي بقى يردها ويضرب على طول. انت كنت بترمي مولوتوف ولا بتصنع بس؟ لا انا كنت بصنع بس، انا ما اعرفش ارميه اصلا. كنت بتبات فين؟ كنت ببات في الشارع. في الشارع؟ ومين اللي بيجيب لك الاكل والشرب؟ هو استاذ مازن. استاذ مازن ده بيجيب لك الاكل والشرب وكل حاجه؟ انت بيجيب لنا كلنا. بيديك كام في اليوم؟ 100. 100 جنيه؟
بتستخدم المولوتوف ده فين يا مصطفى؟ كنت بستخدمه يعني هم كانوا بيستخدموه في شارع محمد محمود. انت كنت موجود في محمد محمود قبل كده؟ رحت محمد محمود؟ بتعمل ايه في محمد فوق السطح. كنت فوق السطح؟ بتعمل ايه في محمد محمود؟ ده سببوا مولوتوف وحاجة برضه؟ بس انا عاوز اقول حاجة بس، يا ريت بس الشرطة ولا الجيش ما يزعلوش من ابنهم الصغير، مش هقول اخوه، ابنهم الصغير. انا ممكن يبقى عملت كده غصب عني، بس يا ريت ما تزعلوش مني بس.